السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ويلا بينا نبدأ. النهارده معانا ايه؟ او النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل قلقاس بس بطريقة تحفة وسهلة، وهيطلع مظبوط معاكي حتى لو انتي مبتدئة او ما عملتوش قبل كده. عندنا ايه بقى؟ عندنا فراخ. طب ليه مش بلحمة؟ لأ، بُصّي بأي حاجة، تعملي بفراخ، تعملي بلحمة، تعملي بجناحة، تعملي باللي أنتِ بصيامي زي ما أنتِ عايزة. شوّحنا الوراك دي. بُصّوا بقى، يعني إحنا جايبين مثلًا عدد من الفراخ، باجيبها كبيرة شوية وبنقطّعها على كذا حاجة، يعني مثلًا الورك ده على إيه، على نُصّين، الدبابيس لوحدها والحتّة اللي هي اللي من فوق دي لوحدها. هنعمل النهارده بإيه، هنعمل بالحتّة اللي من فوق بتاعة الورك دي. شوّحناهم كويس وعطيناها لون بمعلقة سمنة عشان إحنا عايزين الشوربة دسمة شوية، حاطين عليها بصلاية متقطّعة زي ما أنتم شايفين وطماطماية متقطّعة نُص جزراية كانت عندنا، وهنقلّبهم شوية كمان ونحط البهارات بتاعتنا، ملح، فلفل أسود، ورق لوري، شوية زعتر، وهنسيبهم يغلوا مع بعض شوية كده لغاية لمّا يعملوا لنا شوية شوربة مضبوطين. عندي بقى حاجة وطريقة في القلقاس اللي هي السهلة اللي أنا ما كنتش أعرفها الأول بصراحة لولا ما حد يعني شُفت حد بيعملها، وزي ما قُلت لكم قبل كده أنا باجرّب مليون حاجة لغاية لمّا أستقر على حاجة وتعجبني باكمّل عليها وبتبقى سهلة بالنسبة لي. عملنا شوية الشوربة حلوين زي ما أنتم شايفين كده، هنحط بقى إيه الحلة بتاعة القلقاس. بُصّوا بقى، السلق بنعمل فيه إيه، بُصّوا الأول أهو القلقاس أهو، بننقعه بشوية مَيّة سخنين وعليه شوية ملح، بنسيبه بتاع 7 دقايق كده 8 دقايق، ونرجع نشطفه كويس وتغسليه كويس تنزّلي منه كل المادة اللي هي مش حلوة دي، اللي هي اللي على جِل دي شوية أو المزملقة دي أو يعني أي حاجة زي ما أنتِ بتسميها بقى. باحط إيه بقى، باحط القلقاس الأول في الحلة الناشفة دي، وبعد كده باحط عليه الخضرة، باضرب السلق مع حزمة كزبرة، وبعدين باحُط كده عليهم الخضرة الأول، وبعد كده باحُط الشوربة، لإني بابقى حابة أعرف المعيار كده أحسن، لإني أنا لو حطيت الشوربة وحطيت القلقاس بعد ساعات بتطلع الشوربة أكتر، فالمهم الطريقة دي ريحتني، باحُط القلقاس في الحلة الأول، عليه الخضرة باكون ضارباها في الخلاط بمعلقة شوربة، اللي هو السلق وحزمة كزبرة، وبعد كده بادُق حزمة كزبرة كمان مرّة، ومعاها راس توم، بنقسمها بالنُص، بنحط النُص ني على القلقاس، بنسيبها تغلي معاها زي ما أنتم شايفين كده، والنُص التاني بنحمّرها، برضه زي ما أنتم شايفين كده. القلقاس غسيله سهل أوي، المَيّة السخنة والملح وتسيبيهم شوية، وبعد كده تفضلي تشطفي تحت الحنفية المَيّة الساقعة عادي، لغاية لمّا بتضيّعي باقول لِك كُلّي منه في ناس بقى ما بتغسلش، بس أنا بصراحة مش باحب كده. لازم أغسله كويس وأحس إن هو بيعمل صوت في إيدي، حتى اللي بعد كده أستخدمه يعني وأعمله للأكل وكده. ولو لقيتيه غلِّبِك والمادة دي مش عايزة تطلع معاكِ، نقطة ليمون، يا وأنتِ بتسوّيه يا وأنتِ بتغسليه. حطينا الكزبرة يا حبايب قلبي زي ما أنتم شايفين كده وقلّبناها، والنُص اللي هو الني ده حطيناه برضه على الحلة، وسايبين ده بيغلي، وأدينا بنشوّح التحديقة بتاعته أو التومة بتاعته، بنحط معلقة كزبرة كبيرة زي ما أنتم شايفين. وادي اللون اللي إحنا عايزينه، أحلى قلقاس، أحلى لون، بتعرفي المستوى بتاع القلقاس عايز قد إيه شوربة لمّا بتحطيه ني، بنحمّر أهو الجزء بتاع الوراك ده، بُصّوا لونه، والقلقاس أقسم بالله طعمه تحفة، هيعجبكم أوي، ما يشغلكيش فيه لحمة أو ما فيش، القلقاس بأي حاجة اعمليها إن شاء الله لو بمادة دهنية وما فيش فراخ ولا لحمة يعني ما يشغلكيش الموضوع ده، خلّيه آخر حاجة، وأدي شكل أكلنا في الآخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، وباي باي يا حبايب قلبي.